صلي على النبي. اقسم بالله اللي انا هقوله دلوقتي سلطان ما يعرفش عنه اي حاجه. انا امبارح تواصلت مع سلطان وقلت له انا سمعت ان المكان مش ماشي احسن حاجه وانا عايز اجي اصور المكان وادعم المكان وكده، والراجل قال لي تعالى تنورني وتشرفني وسالني سؤال: انت عرفت عني منين وجبت رقمي منين؟ والحكايه هي ان في سيده سعوديه دخلت كلمتني وقالت لي سلطان الراجل ده ساعدني كتير جدا بدون اي مقابل. الراجل ده في عز ما انا كنت محتاجه حد يقف جنبي، هو مش من ضمن اسرتي ولا يعرفني اساسا، وانا عايز اساعده باي حاجه. وانا سالتك على ثمن اعلانك ولقيتني مش قادر عليه، وبرضه عايز اساعد سلطان باي حاجه، فانا بطلب منك تروح تدعم المكان. فالراجل ده من الناس اللي بتعمل خير وترميه البحر، وهو الخير راجع له، واحنا النهارده هنصور المكان وبس كده. الخير من الحاجات اللي مش بتموت حتى بعد موت الانسان نفسه. وتي 3 هو كافيه موجود في حي عليشه، وهو صاحبه سلطان بطل قصتنا وفاعل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس للناس، وانا والله العظيم ما ادري من اللي ارسلكم لي، ولكن انا اشكره من صميم القلب، وربك قادر يغير الاحوال في ثانيه. كافيه تي 3 بيقدم اجود انواع القهوه والمشروبات والحلوى، وعندهم مشروب جديد اسمه الموج الازرق، عباره عن موهيتو لونه ازرق ومنعش جدا في حر الصيف. وعندهم كمان الماربل كيك، ودي انسب حاجه تاخدها مع القهوه والشاي. وبالنسبه للبراوني الكراميل فانا ما اعتقدش ان في مكان هيقدمها احلى من كده. وكمان موجود الكرانش مود، وده تحسه وجبه خفيفه قوي ومناسبه للفطار. وكمان موجود حلقه جوزاء، وده اختراع خاص بالمكان، وهو فعلا اختراع وما يتفوتش ابدا. وكمان موجود كل انواع الجارات. وبكده نكون خلصنا الفيديو. روحوا جربوا المكان، فعلا كواليتي الحاجه عالي والقعده كويسه والمعامله كويسه، وسلطان نفسه انسان محترم ويستحق ان احنا ندعم مشروعه.